لو تشموا الريحه. عندي متعه يا جماعه في تأمير العيش. بسم الله بسم الله. والله 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 فول حرفيا ما فيهوش غلطه. انا عندي مزاج في الاكل، انا واحده ربنا خلقني كده. عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير. انا فقره الساعه 2 دي عجبتني قوي، بالذات انها فقره حقيقيه فعليا. يعني الواحد الساعه 2 في الشتاء بجد بيبقى جعان قوي، وبجد بينزل يعمل اكل خطير في المطبخ. انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ طالبه معايا فول، بس انا بقى عايزه اعمل فول على طريقه مامتي الله يرحمها. لما كنت بدخل البيت كده اشم ريحه فول ابقى حابه الاكله قوي، ابقى مبسوطه قوي اني هاكل فول. هعمل فول بالطماطم والفلفل والثوم. مش قادره اوصف لكم ولا عايزه احكي لكم هو خطير ازاي. يلا بينا. قعدت ادور كتير جدا على عربيه فول اجيب منها، بس طبعا عشان احنا الساعه 2 بالليل فما فيش اي مكان دلوقتي اجيب منه غير المحلات، فجبت فول من المحل وبرده هيبقى حلو ان شاء الله. اهم حاجه نجيبه مش محوج، احنا نحوجه احنا بقى. طبق الفول ده هيبقى كفايه قوي لو حطينا فلفلايه وطماطميتين صغيرين او طماطمايه واحده كبيره. ثوم بقى عشان ما نتخانقش مع بعض، زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا عايزين. كل واحد يحط زي ما هو عايز. اللي عايز مزاج الاكل عند ميول يعمل زي ميول. كام فص يا ميول؟ 1 2 3. نحسب الوقع ده. 3 4 5 6 8. نرجع طبق التوم عني عشان ما استخدموش. بصراحه ممكن اخد كمان فص كمان قرن فلفل عشان يبقى الفول سبايسي وخطير. بصوا بقى يا جماعه، نغسل الخضار بتاعنا كويس جدا عشان من اهم الحاجات اللي بتطلع الاكل الخطير النظافه والنظام. طيب دلوقتي بقى في الخلاط الخطير بتاعنا نحط علبه الفول، اقطع بقى الطماطم عليه، فلفلايه واحده بس، فص ثوم، واضرب دول مع بعض بقى ايه في الخلاط. هزود بس ميه مغليه حاجه بسيطه قوي عشان الخلاط يمشي بس. عشان ما كانش راضي يمشي بعمل مره واوقف مره واوقف. الكبه بقى بتاعتي احط بقيه الفلفل والثوم عشان ايه دول هشوحهم مع معلقه زيت زيتون كده على الطاسه قبل ما احط الفول. يا جماعه لازم تجربوا بجد الطريقه دي. نفسي يبقى عندي فلفل احمر بس للاسف ما عنديش. لو عندكم فلفل احمر يبقى فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء. بحب ريحه الثوم قوي. انا المفروض يسموني مي ماهر ثوم. الثوم ده لازم يخش بجد في عيلتي. بالنسبه لي سر من اسرار الاكل هو الثوم والبصل. اضربهم بقى هما كمان في الكبه كده. دلوقتي بقى في طاسه على النار هحط معلقه زيت. انا ما ضربتش الثوم والفلفل. معلقه كبيره شويتين 3 من زيت الزيتون. تقدروا تحطوا زيت عادي او تقدروا تحطوا سمنه بلدي، تقدروا تحطوا زبده، كله هيبقى جامد. مش هستنى الزيت يسخن يعني. الريحه دي بتغسلني من جوه. غير المعلقه. طبعا احنا مش هنحمر الثوم، احنا هنديله تشويحه كده مع الفلفل وبس. بعدين بقى هنزل الفول على الثوم والفلفل دول. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اوصف لكم بجد الفول ده جبار ازاي. دلوقتي ههدي النار عشان الفول هيقعد يبقبق كده في الوش. انا عشان بناتي مش هعمل كده، بس هو كمان لو قطعت فيه طماطم يا لهوي. حاجه ملح، حاجه بسيطه. اللي مش بيعرف يظبط الملح حطوا الملح كده بايديكم، اللي هو بس يبقى غطى كل حاجه قدامكم. في الاسود ما كنتش بعرف على فكره اظبط الملح انا زمان. ممكن نحط معلقه صلصه برضه بس هيبقى تقيل شويه فبلاش، خليه طبيعي كده. ادوق كده. بصوا يا جماعه انا دقته وحلو قوي، بس هو عايز طماطم بصراحه. يعني لا لازم ازود له حته طماطم. اضرب طماطمايه في الخلاط واحطها على الفول. هتفرق قوي 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 في طعم الفول دلوقتي. لا بعد الطماطم غير بجد بجد. الفول بالطماطم ده فيلم. احنا كده جاهزين للاحتفال. العيش البلدي بتاعنا بقى نقمره على النار، شويه مخلل بقى كده. عارفين ممكن نحط معلقه طحينه، دي حاجه زياده بس من غير الطحينه هيبقى وهمي. نزود معلقه طحينه. طبقنا الجميل اهو. انا سامعه صوت بابا. معقوله بابا صحي من صوتي مثلا؟ اتفضلوا معانا يا جماعه. ايه يا جماعه ده؟ روحه فنيه بجد. عشان تعرفوا بس ان انا فنانه حتى في الاكلات البسيطه. مفيش انسان بيشكر في نفسه كده. يعني انا يا جماعه مش باكل عشان اعيش، لا انا بستمتع بالاكل بجد. بحس ان هو متعه من متع الحياه، لازم نستمتع بيها. ما ينفعش ناكل ونكروت الاكل كده. شايفين ودن القطه اهي بس يبرد.
فول حرفيا ما فيهوش غلطه. جربوا الفول ده عشان انتوا لما تجربوه هتكتشفوا ان انتوا ما اكلتوش فول في حياتكم قبل كده. انا فايتكم كتير قوي قوي. انا متاكده ان في بيوت كتير قوي بتعملوا نفس الطريقه القديمه دي، وفي ناس اول مره هتتخض لما تشوف يعني الوصفه دي. يا حبايب قلبي تصبحوا على خير. باي باي. بابا طلع صحي فعلا. ايه اللي مصحيك الساعه 3 بقى الفجر بقى؟ ايه ده بقى؟ ما انا لسه ربنا يا رب يا بابا يكتب عليك من الشيشه دي. نايم الساعه 8. يا رب يا بابا بحق عرشك العظيم بحق كتابك الكريم يتوب عليك من الشيشه دي والله العظيم. الساعة 3 الفجر يا بابا، الساعة 3 الفجر. ربنا يديك الصحة وطول العمر. مش عارف نفس طيب؟ عاملة فول والله العظيم يستاهل بقك. انت صاحي عشان حماتك بتحب. اجيب لك دلوقتي طبق فول وعيش بلدي. حماتي انا؟ ايوه طبعا. يا ست حماتي الله يرحمها. الله يرحمها. عم كله الله يرحمه.